أرجو منكم مساندتي بالاشتراك في القناة وشكرا. رغم التحالف الذي يجمع بين حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب العدالة والتنمية في حكومة سعد الدين العثماني، إلا أنه هناك حرب باردة تدور داخل أوروق مجلس النواب، سواء في الجلسات العامة أو الشهرية أو في اللجان. وقالت أمين ماء العينين البرلمانية: مرفوض رفضا قطعيا أن يصادر وزير حق برلماني في الانتقاد أو أن يملي عليه ما يقول، سواء أكان في الأغلبية أو المعارضة، لأن البرلماني هو من يراقب الوزير بمقتضى الدستور وشرعية الانتخاب وليس العكس. وأضافت في تدوينه لها عند حديثها عن الصراع الذي دار مساء الاثنين 24 يوليوز عند مناقشة وتصويت على مشروع القانون 89/15 الخاص بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي بين برلماني من البيجيل ووزير الشباب والرياضة الطالبي العلمي، بقولها: هذا تجاوز المطالبة بالتصويت إلى المطالبة بتكميم الأفواه. وشددت: حن الوزراء ديال حزبنا وماكناش كانوا عقلوا عليهم في الانتقاد أيام حكومة عبد الإله بن كيران، وكانوا يتقبلون الأمر تحت شعار كل واحد أدر خدمته، دأبا شي وحدين بقا لهم غير أوقفونا من وراءهم بحال الكورال الكبير لنردد وراءهم ما يريدون. وفي رسالة مباشرة لرشيد الطالبي العلمي الذي قال في الجلسة البرلمانية التي عرفت تشنجا أدت لإيقاف الجلسة لمدة 15 دقيقة، قالت ماء العينين: في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، حيث تقربلت الدنيا بين من يسحب التعديلات وبين من يؤيد ويطلق الشعارات والخطب، تم التصويت على مشروع القانون بأغلبية 14 منها 10 ينتمون للعدالة والتنمية. واستعارت ماء العينين كلمة التي وردت في تعليق وزير الشباب والرياضة خلال الجلسة البرلمانية اليوم أمس بقوله: من الأحسن أن لا أتكلم لأنه يلا هضرت غادي نقول شي هدره مغيت عجب الشي ناس، التي أوضحت وهو ما يتكرر في كل اللجان وفي كل الجلسات العامة: خليونا ساكتين حيت حتى حنا إلى هضرنا غنقول شي حاجة ما غيت عجب الشي وحدين.